مع أبطال الكوميديا مع ماري منيب في حكاية حما، تأليف أنور عبد الله، إخراج ديمتري لوقا. كنوز الدراما. مساء الخير يلي قاعدين جنب الراديو تسمعوني. كل سنة وانتوا طيبين جميعا ما عدا واحد في الدنيا دي، واحد مدوخني مغلبني، واحد يستاهل أكم رقبته، حذروا من هو جوز بنتي، نيبتي، مصيبتي. وبالمناسبة دي أنا جايالكوا الليلة عشان أحكيلكوا حكايتي، عشان أشكيلكوا همي، عشان أفضفض باللي في قلبي. اسمعوا حكايتي واحكموا على جواز البنات كلهم. ياني الساعة بقت 2 والمتعوس لسه ما جاش. المتعوس مين يا ماما؟ هو فيه متعوس في الدنيا غير جوزك؟ اصل دي اول مرة بسمعك فيها تقولي عليه متعوس. امبارح مثلا كنت مسمياه الهايف، واول امبارح كنت بتقولي عليه خايب الراجع. اهي كلها اسامي على مسمى، كلها اوصاف راكبه عليه الخالق الناطق. حرام عليك يا ماما، ده جوزي طيب وابن حلال. ايه طيب وابن حلال؟ يا هبله يا عبيطه، هتفضلي طول عمرك خايبه. ليه بس يا ماما؟ افرضي انه جوزك طيب، تقومي تقوليها لي في وشي بمنتهى التبجح، تكسري بخاطري. افرضي انه ابن حلال، تقومي تعترفي بيها على طول كده من غير لا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني. انتي لما تروحي تشتري حتة قماش من عند البياع، تروحي تشتريها على طول ولا تقعدي تفاصلي معاه وتشتريها بنص التمن؟ يا ماما القماش حاجة والجواز حاجة تانية. لا يا مغمضة، فتاحي. الراجل عبارة عن حتة قماش حريمي. الشطرة اللي تعرف تشتريها أنقص شوية، والأشطر اللي تعرف تفصلها على قدها. يا ماما ايه الكلام ده بس؟ مش عاجبك كلامي يا اختي؟ اتضايقتي قوي من كلامي؟ مش جاي على معدتك؟ ما انتش قادرة تهضميه؟ طبعا صعب عليك غراب البين. غراب البين؟ جوزك لو كنتي عارفة تمشيه كان غاب لحد دلوقتي برا. ما غابش ولا حاجة يا ماما، ده بيخرج من الشغل الساعة 2 ودلوقتي يا دوب الساعة 2:05، يعني ملحقش ينزل على سلم المصلحة. يا خيبة، يا لبخة، هما ال5 دقايق شوية؟ 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقائق. مين عارف بيعمل ايه دلوقتي؟ قال يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. يا ماما حرام دول 5 دقايق. وماله؟ انا لما شنكلت ابوكي وخليته يتجوزني ما خدش في ايدي 3 دقايق. اسمعي، لابد وضروري ومن كل بد اول ما يجي لازم تتخانقي معاه. لكن جوزي ما عملش حاجة تخليني اخانقه. برضو لازم تخانقيه، مش هتخسري حاجة لما تخانقيه. قواعد الزوجية بتقول ان الزوج يعتبر خائن حتى تظهر براءته. يعني عايزاني اخانقه من غير سبب يا ماما؟ وش عرفك انه من غير سبب؟ انت عارفة جوزك بيعمل ايه لما بيكون برا البيت؟ طبعا لا. خلاص، لابد يكون فيه سبب وانت مش عارفاه. خانقيه وهو يدور على سبب يقولهولك. لو انت عايزة تشيلي الدنيا كلها فوق دماغك،
اولا تخنقي جوزك وثانيا تدوري على السبب اللي هتخنقيها عليه؟ لا ده يبقى كتير. اهو جاي يا ستي. اتبيني اتمغصت. نهارك سعيد يا مراتي يا حبيبتي. نهارك سعيد يا جوزي حبيبي. اهم. إيه وحشتيني قوي يا حياتي. وانت كمان يا روحي. اهم. انا حاسس بشويه برد جايين من ناحيه دي. برد يا عيني يا حبيبي، احط لك لزقه؟ لا يا ستي، كفايه اللزقه اللي قعدنا هنا، لزقتين في البيت توجع. الله، مين؟ حماتي. اهلا اهلا ايه لا يا شيخ، يعني انت الصيت في نواضرك ما انتش شايفني؟ لا مؤاخذه يا حماتي، لا مؤاخذه، العتب على النظر. معاك حق، داخل كده زي السواق لعمة، زي السواق الأطبش، لا سعيدة ولا حتى تعيسة. انا اسف يا حماتي، نهارك سعيد. ان شاء الله ما تشوف ريحة السعادة. اللهم اني صايم. خدي اغسلي لي المنديل ده يا سميرة، خلينا نقصر الشر. حاضر. نعم، بتؤمر وتنهي كده ليه في بنتي يا سبعجر؟ لو انت اشتريتها جارية، لو انت واخدها أسيرة، ما تجيب لك يا ضنايا غسالة تغسل لك حاجتك. عاجبك كده يا سميرة؟ يا ماما. ايه ماما؟ عاجبك كده انتي؟ عاجبك كده؟ يركب على نافوخك ويركب على نافوخي انا رخرة عشان خاطرك؟ يا ستي دي مراتي وانا حر فيها. حر فيها يعني ايه يا اللي ما عندكش ريحة الفنيس؟ فينيس؟ فينيس دي ايه؟ معرفش، انا سمعتها كده. يعني عايزاني اغسل المنديل انا بنفسي؟ قولي، هو منديل مين فيكو؟ منديل يا ستي. خلاص تغسله انت. الله، ليه بقى؟ كل واحد مسؤول عن ممتلكاته. ايوه يا ستي، لكن دي مراتي والزوجة لازم تغسل وتطبخ وتكنس، هي كلها ممتلكاتي. الكلام ده كان زمان وجبر، ايام الفوضى، ايام اليغمة. لكن دلوقتي الست زي الراجل، لازم الراجل يتعاون معاها. يتعاون معاها في الغسيل وفي الطبيخ كمان. اذا بقى انا اقعد اطبخ واغسل هنا، وهي بقى تبقى تروح المصلحة بدالي.